واحدة بتقدر تدخل جوه عيلة من أم وأب وولادهم وبتتظاهر إنها عاوزة تخدم الأم، لكن في الحقيقة بيكون غرضها حاجة تانية خالص، وعشان تحقق اللي عاوزة توصل ليه بتحاول تقتل الأم. فهل هتقدر وإيه هيكون رد فعل الأم؟ فيلمنا النهاردة جامد جدا، فياريت ما تبخلش علينا بلايك وسبسكرايب، وقول لنا رأيك في الكومنتات بتتابعنا منين. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ الفيلم بكيلي وهي في البيت مع جوزها درو وولادها التوأم، وساعتها كيلي بتقول لدرو انها هتخرج بالعجلة شوية ولما ترجع هيفسحوا الولاد. ولما بتخرج من البيت بالعجلة بتظهر عربية بتخبطها وبتبعد بسرعة عن المكان، ولما درو بيعرف اللي حصل لمراته بيروح لها على المستشفى. فالدكتور بيقول له ان عندها ارتجاج وكسر في رجلها وايديها، وانها هتاخد وقت لحد ما تتعافى من الاصابات اللي في جسمها. ولما بيدخل بيشوفها وبتكون حالتها صعبة جدا، وبتقول له انها مش عايزة الولاد يشوفوها وهي في الحالة دي. وهنا الممرضة بتدخل الأوضة، فدرو بيقول لكيلي انه هيتصل بشركة الطيران الخاصة اللي بيشتغل فيها علشان يبلغهم باللي حصل. ولما بيخرج من الأوضة المحقق لارسن بيسأله كنت فين امبارح وقت وقوع الجريمة، فبيقول له انه كان في البيت مع الولاد. فبيسأله عن مجال شغله، فبيعرفه انه طيار في شركة طيران خاصة. فالمحقق بيقول له معنى كده انك بتفضل فترات كبيرة بره البيت، ده غير المضيفات الجميلات اللي معاك في الشغل. فدرو بيتعصب عليه وبيقول له انا ما اقبلش التلميح اللي في كلامك، انا بحب مراتي جدا ومخلص ليها. فبيقول له مراتك ليها اي اعداء؟ فبيقول له لا. ولما بيسأله عن مجال شغلها بيقول له انها شغالة في منظمة غير ربحية للجنود القدامى. وهنا درو بيسأله انت شاكك ان في حد اتعمد يخبطها بعربيته؟ فبيقول له ايوه، وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له كلمني لو عرفت اي حاجة. وبعد كام يوم بيكون درو مع كيلي في اوضتها، وبعدها بيخرج يجيب لها الغدا. وساعتها الممرضة فينيسيا بتدخل الأوضة وبتشوف الكلام اللي بنت كيلي كاتباه ليها، وبتقول لها بنتك قد ايه؟ فبتقول لها ان عندها بنت وولد توأم 7 سنين اسمهم زوي وتوبي. وبتسألها وانت عندك اولاد؟ فبتقول لها لا. ولما بتسألها عن جوزها بتعرفها انه مات في الحرب في افغانستان. ولما درو بيرجع للأوضة فينيسيا بتقول لهم اكيد بعد ما كيلي تخرج من المستشفى هتحتاج لممرضة معاها في البيت، وبتقول لهم انها شغالة في المستشفى بشكل مؤقت بدل ممرضة تانية خدت اجازة وضع بعد الولادة، وبتعرض عليهم انها تشتغل عندهم فبيوافقوا. وبعد كام يوم بتروح فينيسيا لبيت درو، وهناك بيعرفها اولاده وبياخدها يوري لها الأوضة بتاعتها. وبعدها فينيسيا بتدي لكيلي الأدوية بتاعتها. ولما كيلي بتقول لها انها عايزة تشوف ولادها فينيسيا بتقول لها ان الاحسن انها ما تشوفش الولاد دلوقتي لانها محتاجة للراحة. ولما بتخرج من اوضة كيلي بتروح لاوضتها وبتفضي الشنطة بتاعتها، وساعتها بتفتكر لما من 3 شهور كانت في مركز الخصوبة، وساعتها اقنعت موظف قاعدة البيانات انه هيجيب لها معلومات عن واحدة من الامهات اللي استخدمت بيوت بديلة علشان تخلف. وبعد ما عرفت منه البيانات اللي هي عاوزاها قتلته. وبعد كام يوم بيستعد درو علشان يروح شغله. ولما بيسأل فينيسيا عن مراته بتقول له انها نايمة، فبيبان عليه انه اتضايق، وبيقول لها انها بقت تنام فترات طويلة جدا، ده غير انها بقت عصبية جدا، والليلة اللي فاتت ضربته بدراعها وهي نايمة. فبتقول له انا شايفة ان احسن حاجة تعملها اليومين دول انك تبات في اوضة تانية لوحدك بعيد عنها. وبعدها بيودع ولاده وبيروح الشغل. وبعد شوية وقت بتكون فينيسيا بتعمل الاكل للولاد، وساعتها بتوصل سامانسا صاحبة كيلي، وبتحاول فينيسيا تمنعها انها تقابل كيلي، لكن سامانسا بتدخل البيت غصب عنها، وبيبان عليها انها مش مرتاحة لوجود فينيسيا في البيت. وبعد ما بتسلم على الولاد بتدخل لأوضة كيلي وبتسلم عليها، ولما بتلاقيها مش قادرة تتحرك بتقول لها ان اكيد الادوية اللي بتاخدها هي السبب في حالة الخمول اللي عندها. وبتسألها انت بتثقي في الممرضة اللي عندك؟ فبتقول لها ايوه. وساعتها سامانسا بتكتشف ان فينيسيا سايبة جنب كيلي جهاز استدعاء الطفل شغال علشان تسمع كلامهم، فبتقفل الجهاز. وبعدها بتسندها وبتخرجها من الأوضة وبتسألها هي الممرضة دي ملهاش أهل يسألوا عليها؟ فبتقول لها إن جوزها مات في الحرب وإنها بتساعدها لحد ما ترجع كويسة، فبتقول لها خلي بالك منها. ولما بتخرج للولاد بيطلبوا منها تاكل كيك معاهم، فبتقول لهم مش هينفع عشان عندي حساسية من الفستق. ولما بتيجي تمشي فينيسيا بتقول لها بيتصلي قبل ما تيجي، فسامانسا بتقول لها انا هاجي في اي وقت، ده مش بيتك ولا دول ولادك. وتاني يوم كيلي بتخرج من اوضتها وبتقعد مع فينيسيا قدام حمام السباحة في البيت، وساعتها فينيسيا بتعرف منها انها خلفت ولادها عن طريق شراء بيوض من ام بديلة. ولما درو بيوصل البيت بيشوفهم وهم على حمام السباحة، وفينيسيا بتفتكر انه بيبص لها باعجاب. وفي نفس اليوم بالليل
فينيسيا بتحضر العشاء، ولما بتحاول تقرب من درو بيبعد عنها وبينادي على اولاده. وتاني يوم بتخرج كيلي مع اولادها وسامانسا، وساعتها سامانسا بتقول لها خف شويه من الادويه اللي بتاخديها واخرجي في اجازه انت وولادك وجوزك لوحدهم. وتاني يوم لما كيلي بتقول لفينيسيا انا هخرج في اجازه مع جوزي والولاد وانت عندك اجازه قضيها مع اهلك، بيبان عليها انها اتضايقت وبتقول لها حالتك الصحيه ما تسمحش. فكيلي بتقول لها انا خلاص خدت القرار ومش محتاجه موافقتك. وبعد كام يوم فينيسيا بتكون بتودع الولاد زي ما كيلي طلبت منها، وساعتها درو بيكتشف ان كلبهم اختفى فبيدور عليه في كل مكان. وفينيسيا بتقول له انا هخرج ادور معاك عليه، وبسبب حزن الولاد ان كلبهم ضاع الرحله العائليه بتتلغي، وفينيسيا بتفضل معاهم في البيت. وبالليل بتخرج تاني على انها بتدور على الكلب، وبتاخد علبة زبدة فستق وبتقف بعربيتها جنب عربية سامانسا. وفي نفس اليوم بالليل الولاد بيصمموا انهم يناموا مع فينيسيا في اوضتها فابوهم بيوافق. وتاني يوم بتكون سامانسا في عربيتها، وساعتها بتتفاجئ ان دركسيون العربية متغطي بزبدة الفستق، فبتجيلها حالة اختناق وما بتلحقش تجيب الدواء من شنطتها وبتعمل حادثة. والصبح فينيسيا بتجيب كلب صغير للولاد، فكيلي بتتضايق وبتقول لها مين اللي سمح لك تجيب لهم كلب تاني؟ فبتقول لها انها شافت ان الولاد محتاجين للكلب ده دلوقتي، ولما الولاد بيعجبهم الكلب بتوافق انها تسيب لهم الكلب يربوه. وبعد شويه وقت درو بيروح لمراته بيبلغها خبر موت صاحبتها فبتنهار، وبعدها المحقق بيجي وبيقول لهم ان في شبهه جنائيه في موت سامانسا، لان في حد اتعمد انه يخليها تلمس زبده الفستق في عربيتها. وبيسالها لو كان لسامانسا اعداء فبتقول له لا، فبيحذرها ان اللي تسبب في قتل سامانسا ممكن يكون هو نفس الشخص اللي حاول يقتلها، وبيطلب منها تاخد حذرها من كل اللي حواليها. وتاني يوم فينيسيا بتحاول تقنع درو ان مراته ممكن بسبب الاكتئاب تحاول تأذي نفسها، فبيقول لها ان ده مش هيحصل وانه هيخليها توقف الادويه اللي بتاخدها. ولما بتعترض على كلامه بيقول لها انه هيرجع للدكتور بتاعها. ومن بعدها بتبتدي كيلي تشك في فينيسيا وبتدور على اسمها على الانترنت، فما بتقدرش توصل لأي حاجة، فبتخرج من أوضتها وساعتها بتلاقي جوزها والولاد مع فينيسيا في حمام السباحة، فبتعمل نفسها بتصور الولاد علشان تاخد صورة فينيسيا، وبتقول لهم إنها رايحة تخلص ورق الأجازة من الشغل. وبتروح للمستشفى وبتوري رئيسة التمريض صورة فينيسيا وبتسألها عليها، فبتقول لها إنها ما شافتهاش قبل كده وإنها متأكدة إنها مش شغالة عندهم. وتاني يوم بتكون كيلي مع فينيسيا في حمام السباحة، ولما كيلي بتواجهها باللي عرفته فينيسيا بتحاول تغرقها، واللي بينقذها منها هو ظهور ولادها جنب حمام السباحة. وساعتها كيلي بتقول لها اخرجي من بيتي، وبعدها بتاخد ولادها وبتوديهم عند جارتها وبتقول لهم خليهم معاكي لحد ما ارجع اخدهم. وبعدها بيوصل الضابط اللي كيلي اتصلت بيه، فبتقول له انها عاوزة فينيسيا تسيب البيت فورا، لكن فينيسيا بتتكلم ببرود وبتقول للضابط ان كيلي مريضة ومحتاجة حد يفضل معاها. وهنا درو بيتصل بكيلي فبتلاقيه عارف ان في ضابط في البيت، لان فينيسيا بتكون كلمته وحكت له، وبيطلب منها تدي للضابط التليفون. ولما بيكلم الضابط بيقول له ما تخليش كيلي تفضل في البيت لوحدها لحد ما اجي. وبنشوف كيلي وهي في اوضتها، وساعتها جارتها بتبعت لها تصوير كاميرا المراقبه بتاعتها، وبتشوف فينيسيا وهي بتسرب الكلب بتاعهم. وبعدها بيجي لها اتصال من المستشفى اللي عملت فيها عمليه التخصيب، والموظفه بتطلب منها تزورهم النهارده في المركز. وبعدها بتقدر كيلي توصل لعنوان ام فينيسيا، ولما بتروح لها البيت بتقول لها ان بنتها شغاله عندهم ممرضه، فأمها بتقول لها ان بنتها مش ممرضة لكنها درست سنتين في كلية التمريض، وانها من سنتين اتشخصت بانها مش هتقدر تخلف، وده خلاها تنهار وسابت شغلها وخسرت بيتها، فجت عاشت معاهم. ولما كيلي بتسألها عن جوز فينيسيا اللي مات في الحرب بتقول لها ان بنتها ما اتجوزتش قبل كده، وبتقول لها ان بقالها سنة ما شافتهاش، وبتطلب منها تعرفها ان امها عاوزة تشوفها. ولما كيلي بتروح لمركز الخصوبة مديرة المستشفى بتعرفها ان كان في موظفة شغالة عندهم قدرت انها توصل لبياناتها، وبعد كده قتلت زميلها المسؤول عن قاعدة البيانات، وبتعرفها ان في بنات كتير بيجمدوا بويضاتهم في مقابل مبلغ كبير بياخدوه من المستشفى، وبتقول لها انهم اكتشفوا بعد كده ان الموظفة دي هي اللي اتبرعت ليها. ولما كيلي بتوري لها صورة فينيسيا بتقول لها ايوه هي، وبتقول لها اتصلي بالشرطة لان فينيسيا مقتنعة ان ولادك يبقوا ولادها هي. ولما درو بيرجع البيت بيلاقي فينيسيا مستنياه وبيكون في ايديها مسدس بتهدده بيه وبتعترف له بكل حاجة، وبتقول له ان الولاد اللي في البيت يبقوا ولادهم هما الاتنين لان هي اللي اتبرعت لمراته عشان تخلف.
مختلف، وبتكون مجهزه له مشروب فيه مخدر وبتقول له اشربه ما تخافش مش هقتلك. ولما بيرفض بتضرب نار جنبه فبيخاف وبيشرب الكوبايه كلها، وبعدها بتاخده هو والولاد معاها في العربيه، وفي الطريق بتقول لهم انهم هيعيشوا مع بعض في بيت بعيد علشان ما حدش يقدر يوصل لهم. وفي نفس الوقت كيري بترجع وبتروح لجارتها، فبتعرف منها ان فينيسيا ضربتها وخدت منها الولاد، فبتجري على البيت وبتدور عليهم، وساعتها بتشوف اثر الرصاصه في البرواز، فبتتصل بالمحقق وبتقول له ان فينيسيا خطفت جوزها واولادها. وبعدها بتقدر عن طريق برنامج الجي بي اس المثبت في تليفون جوزها انها تعرف هو راح فين. ولما المحقق بيوصل بتركب عربيته وبيروحوا على العنوان اللي ظاهر على الجي بي اس، وفي الطريق بتحكي له على كل حاجه، فبيطلب منها لما يوصلوا هناك ما تنزلش من العربيه غير لما يقول لها. وفي الوقت ده بتكون فينيسيا ودرو والولاد وصلوا البيت عيله فينيسيا القديم، وساعتها فينيسيا بتقول لهم انها قضت كل طفولتها في البيت ده. ولما الولد بيقول لها انا عاوز ماما بتقول له انا امك، فدرو بيقول لها ان الولاد خايفين وتعبانين ولازم يستريحوا، فبتقول له خدهم لاوضتهم في الدور اللي فوق، فبياخدهم لاوضه في الدور اللي فوق وبينيمهم في السرير، وبيقول لبنته بعد ما اخرج اقفلي الباب ورايا وما تخرجوش من الاوضه الا اذا اتاكدت ان انا اللي واقف ورا الباب، وبيسيبهم وبيخرج. فالبنت بتقفل الباب وراه وبترجع تنام جنب اخوها، وساعتها درو بيحاول انه ياخد المسدس من فينيسيا لكنها بتقاومه، وهما الاتنين بيقعوا من الدور التاني ودرو بيفقد الوعي لكن هي بتقوم، وبعدها بتجيب بنزين وبتغرق البيت بيه، وبتقول له لو مش عاوزني يبقى كلنا هنموت سوا، وبعدها بتولع في البيت. وفي الوقت ده بتكون كيلي والمحقق وصلوا، ولما المحقق بيحاول يدخل البيت فينيسيا بتضربه بالنار، وساعتها كيلي بتخرج من العربيه وبتشوف درو هو مرمي على الارض، وبعدها بتقدر توصل للاوضه اللي فيها الولاد وبتخبط على الشباك فبيفتحوا لها، وساعتها بتخرجهم من الاوضه. ولما فينيسيا بتكسر الباب على الولاد ما بتلاقيهمش في الاوضه، وكيلي بتطلع لها من ورا الباب وبتهاجمها وبتاخد منها المسدس وبتضرب عليها نار وبتقتلها، وبعد كده بتفوق جوزها وبتسنده وبتطلعه من البيت، وساعتها النار بتكون كلت البيت كله. وبعد شويه وقت بنشوف كيلي ودرو وولادهم وهم في النزهه العائليه اللي كانوا بيخططوا ليها بقالهم مده، وجارتهم بتروح لهم هناك وبترجع لهم الكلب وبتقول لهم انها لقيته جنب بيتها، وبكده بتكون كيلي انقذت عيلتها كلها. فلو جيشك الوحيد في الدنيا هو مراتك فانت اكيد كسبان. وبكده بيخلص ملخصنا النهارده. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد. سلام.